بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الجمبري بصوص الكيجي في الكيس الحراري. معانا 100 جرام من الزبده، عليهم راس توم كبيره. الوصفه دي بتحتاج زبده كتير وتوم كتير. هنا هقلب التوم مع الزبده. انا مش عايزه التوم يتحمر ولا ياخد لون، انا بس يا دوبك قلبته مع الزبده. هحط معاهم بشر ليمون، معلقه كبيره كمان من صلصه الطماطم، وعليهم معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من صوص سيراتشا، ومعايا فلفل حار احمر. الوصفه دي بتكون حراقه شويه. هنقلب كله مع بعضه لحد ما الصلصه بقى تتسبك. هنا البهارات الاساسيه بتاعه الوصفه دي هي بهارات الكيجي. هحط منها معلقه كبيره. هقلب كله مع بعضه. هحط معلقه ملح. خلاص هنا كده الصلصه كانت اتسبكت وجهزت. معايا بقى كيلو من الجمبري مغسول ومتنضف حلو جدا، وتشال منه السلسله الرمليه اللي بتكون في الظهر. معايا كمان كابوريا. انا بحب اشيل الظهر بتاعها بحيث ان انا اضمن ان انا اكون نضفتها حلو ما يكونش فيها اي رمله. طبعا مغسوله ومنقوعه في ميه وملح وليمون 10 دقايق عشان طبعا ولا الجمبري ولا الكابوريا يتهري. معايا هنا كمان ذره حلوه سلقاها في ميه وملح ومعلقه سكر. بعد ما بتتسلق يبقى انا بقطعها كده حلقات كده. معانا بقى هنا الكيس الحراري بتاعنا، هحط فيه الكابوريا والجمبري. لو عايزين تضيفوا اي اضافه ممكن تضيفوها المتوفر عندكم. ممكن تحطوا معاها بطاطس، ممكن تحطوا صبيط، ممكن تحطوا بلح البحر. المتوفر والموجود تقدروا تحطوه. هبدأ بقى احط الصوص معاهم. الوصفه دي يا بنات مشهوره في السعوديه وفي الامارات، بتكون غاليه جدا في المطاعم. انا حبيت اشاركها واعملها معاكم. هنقلبهم بقى كده بالراحه بحيث المكونات كلها تدخل مع بعضها. هنقلب بالراحه كمان عشان الكيس ما تقطعش مننا. هجيب بقى المكبس بتاع الكيس الحراري. المكبس ده كان جاي مع الكيس الحراري، لو مش موجود ومتوفر ممكن نقفل بورقة فويل عادي. هجيب الصينية احط فيها الكيس الحراري. انا ما ضفتش مية ولا ضفت اي حاجة. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 من 20 ل 30 دقيقة. هنا خلاص كانت استوت. هنقدمها مع رز ابيض. اذا عجبكم الفيديو بنات اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.